أنا ما راناش نقراو توقيع الصلاة في المدرسة، لازم يقراو توقيع الصلاة، ماشي يقراو مالك وزنا يذهبان إلى الغابة. يا سبحان الله، كانوا يقرؤون مالك وزينة ومراد يذهبون إلى الغابة. وعلاه يروحوا للغابة؟ وعلاه يدوا معهم زينة؟ وعلاه ما يروحش مالك مع مراد؟ علاه يدوا زينة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. رباو الناجين تاع مالك وزينة. كنا نقراو مالك يتلفون المراد، واش يقول له مراد أين دليلة؟ دليلة هي خت مرادة. علاه يتليفوني؟ كاين جزائري يقول له ايوا راهي اختك، ومن بعد واش يقول له مراد؟ ماشي يقول له واش كلفك، واش دخلك تسيني على اختي كيفاه؟ واش يقول له؟ يقول له دليلة في الحمام، والحمام هو بيت الخالة. كان اللي اختو تدخل بيت الخالة ويتصل مالكم يقول له وين راه؟ يقول له في الحمام. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أما لا ما راناش نقراو توقيع الصلاة في المدرسة، يقرؤون مالك وزنا ومراد يذهبون إلى الغابة. وعلى ما يروحوش للمتحف، على ما يروحوش للجامع، على يروحوا للغابة. واش رايحين يديروا في الغابة؟ يتعلموا أحكام التلاوة ولا توقيع؟ واحد آخر، روحي راكي مطلقة بعدد القرمود تاع المدية. روحي راكي مطلقة بعدد القرمود تاع المدية. المدية وما فيها من قرمود، يعني هذا ماشي يطلقها بالتالات ومن بعد يجي يا سيد الشيخ سلكني صيب لي كاش قول. وين نصيب لك قول؟ انت طلقتها بالقرمود تاع المدية. وين انا حنصيب لك قول هذه؟ كي وين؟ عند الامام مالك، عند ابن القاسم، عند القاضي عياض، عند الامام خليل، عند ابن عاشر. وين حنصيب لك قول انت؟ يجي يا سيد الشيخ سلكني. واش قلت؟ أنا قلت لها روحي كي مطلقة حتى الكلب يلبس الصباط. ما تصيبلاش حل. يعني ألفاظ طلاق ما كاش حتى يعني في الكتب، ما صبناها لا في المذاهب لا خارج المذاهب، في عقول الناس. اتقوا الله يا عباد الله. إنسان كي يزعف يتقي الله. كي تزعف أتوضى، كي تتوضى أك واقف أقعد، أك قاعد أتكسل، أك مقلق أك تغلي، روح ركعتين الله أكبر، برد قلبك، برد قلبك في طاعة الله. أما هذه ألفاظ الطلاق كل واحد عليه من يطلق. والنساء انسى هبلوا، اسمعوا امرأة علاش حابة تطلق، اسمعوا تتصل بها امرأة يا شيخ أني زعفانة، أني غضبانة، أني في دار بابا، عندي 6 شهور ملي أني غضبانة، أني ناوية نطلق. علاه؟ واش دار لك هذا الراجل مسكين؟ واش تقول لك؟ قالت لك اداني للسبيطار وكي جابني فطرولي. ايه واش صار؟ واش المشكله؟ يا اخي كان معاك ولا بعتك وحدك؟ لا تقول لك كان معايا. هذا الشيء كان معاك وجابك فطرولي وراكي زعفانه. قالت لك سبحان الله، على ما كانش قادر يكبر بيا يكريطونو بي شابه ولا حاجه، يجيبني في طاكسي ما شاء الله يحمر لي وجهي. وين رايحين بهذا الهبال؟ وين رايحين بهذا الهبال؟ تطلبي الطلاق خاطر راجلك مسكين جابك فطرولي وهو جا معاك راجلك. انا عندي مرأة تكون مع راجل تجيبها فوق الحمار ما شاء الله. انت جايبك طولي تطلبي طلاق وتغضبي. والله غيجوني نساء تقول لك انا ناويه نطلب بالطلاق خاطر اختلفنا فكريا. وشنو هذه اختلفنا فكريا؟ شنو هذه فكره اختلفنا فكريا؟ نحكي لكم قصه واقعيه ونختم بها. جاءتني امراه زعفانه حبات تطلب الطلاق. علاها لا ناويه تطلبي الطلاق؟ قالت لك خاطر راجلي ما يصليش العشاء في الجامع. شوف يا هذه العيشة في الجامع ناوية تطلقي وتشردي ولادك. أما لا جاي تعيط للراجل هذاك مسكين كان لازمني نصلح وندخل بيناتهم وكذا. قلت له يا أخي روح صلي العشاء في الجامع وخلاص وحنا حين المشكلة. واش قال لي مسكين؟ قال لي يا شيخ أنا إنسان خواف، أنا خواف. والحومة هذيك اللي فيها الجامع كما قال في هذه في وقت كي كانت قال لي معي نصيبوا رصان مقطعين، معي نصيبوا ناس مقتولين والعياذ بالله. قال لي كيف انايا نخرج في العشاء ونروح نخاف على روحي؟ قال لي بصح انا مرتي ما نبيلاش بلي انا خواف، انا نبيلا بلي انا سبعت على الحومه. قال لي انا ما نصلي في الدار ما نروحش للمسجد. قلت له يجوز والجمعه تسقط، صلاه تسقط على هذا الخائف الذي يخشى على نفسه، لا شيء عليه. الجماعه تسقط إذا كان الناس ما كاش أمن. الذهاب إلى المسجد يقدر يكلفك حياتك. الصلاة في المسجد تسقط. لكن عيطت لها كي جات لا
يقول يعني احنا على بالك الحمد لله يجوز الإصلاح بين الزوجين ولو بالكذب، يا الله يغفر لنا بالكذب يجوز، ما تروحش تقول واش قال راجلك، مستحيل. اما لا نادت لها حيلة، قلت لها يا ودي راجلك مسكين ما هوش يروح للجامع، على جالك على جالك. كيف قالت لي على جالي؟ قلت لها راجلك يحبك بزاف وقال لي انا نخاف هذيك المنطقة ما فيهاش الامان، نخاف نروح نصلي العشاء في الجامع كاش ما يدوا لي المراه يخطفوها لي، ولا قال لي انا نهبل لو كان يخطفوا لي المراه، وش بيك انا نحبها مراه صالحه وتاقيه وتخاف ربي وقايمه بيا وقايمه ببيتها وبولادها، وين نصيب كما هي؟ قلت لها قال لي انا نصلي في دارنا شغل نعس على مرتي، صلي العشاء قدام مرتي باش كش ما يصيرها نقول تماك انا راجل اللي نحميها. اما لا الحمد لله المراه لا قالت لي هكذا صلحنا الامور ولات لدارها. يعني وصلنا، ويعني ما طلب طلاق خاطر راجل ما يصليش العشاء في الجامع، واحده تقول لك ما يلبس قميص زبادي، ما عندوش نصف الساق، ما عندوش اللحيه، ماشي حافظ 60 حزب، الاخرى قالت جابني في قرولي. وين رايحين بهذا الجنون؟ وين رايحين؟ اتقوا الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المليون طفله بلا زواج، روح دقدق في اي دار يعطوك مرأة صالحة تقية فرحانة بك وراهي متمنية الزواج، هاي متمنية الزواج، فهمتها؟ خليك من الله يسهل عليها، صابت راجل وصابت دار وصابت غزال الله يبارك وما يشحبها، لأن قلبها راهو مع فلان أو مع فلان. يا سبحان الله يا سبحان الله. واحد النهار جاتني واحد الطفلة والله يعني هي والجمال ما يتلاقوش أبدا أبدا، وهكذاك تشكي وداني فلان وانا ما نحبوش. قلت له هذا اللي داك اعمى ما يشوفش، يا واد لازم تشكريه تغسلي له رجليه كي داك، شكون راح يديك انت؟ ماشي شابه كاع، وزيد تتزعما تتعنطر وما هوش عاجبها الحال. والله غير عيط لهذاك الراجل قلت له الله يا فهمني بارك الله يهديك، كيف ديت هذه ما تتلاقاش مع الجمال؟ قال لي هذه هي لونجا بنت الغول. خلاص ما دام انت صبتي يا راجل راهو يشوف فيك لونجا بنت الغول، السكتي ورضاي وحمدي يا ربي. هي لا تشكي، زاد هربت من الدار. قلت لها هذا الراجل لازم تخلصيه حق ما او يشوف فيك لونجا بنت الغول. هكذاك انت النصيحه نتاعي، ما نقدرش نخدعك، روح تزوج خليها في دار باباها. تقول أنا فتاة فاتني قطار الزواج، ما كاش من هذه فاتك قطار الزواج، هذه انتم تخيلوها. أنا غير كيما واحدة 64 سنة وعقدت لها الزواج تاعها، خطبها شيخ ومنور ما شاء الله وتزغريتات وهي فرحانة وتدعي لي. 64 سنة ما قالتش فاتني قطار الزواج. هاي عجوزة جاتني 75 سنة قالت لي زوجني، نحب نتزوج ماشي قادر نقعد وحدي. خطبوها 33 شيخ، 33 شيخ اللي جاوها عرسان يتخاطفوا شكون يديها. يا سبحان الله. وانتم زعما 30 سنه فاتني قطار الزواج، برك هاك ودي فاتك قطار الزواج، هذه ما كانش ما يفوتكش قطار الزواج، يدي حسك بصح ما يفوتكش. انا فتاة فاتني قطار الزواج حيث بلغت 37 سنه. 37 سنه فاتك قطار الزواج يا ودي، راهي 1000 واحد يتمناك. دوك تشوفي او جاي الفارس نتاعك ان شاء الله، وشنو يجي ابي خلاص العواد، هذيك فارس يجي فوق فرس ابيض، هذيك بكري دوك العواد خلاص ويجيك بالكلاكات، يجي بالحفاد ديه قبليه يضلوا يتشرطوا. على بها قعدتوا بلا زواج. حيث بلغت 37 سنه وقد لاحظت ان جاري المسكين، واش لاحظتي؟ غير خير ان شاء الله. ليس سعيدا. كيف عرفتيه ليس سعيدا؟ هذه السعاده مساله قلبيه. قادر نكون راقد في الزنقه وانا سعيد، قادر نكون عندي فيلا طوموبيل وطياره ما راني سعيد. السعاده مساله قلبيه. وين عرفتي انت جارك هذا بديتي حبه تصيديه وقيله؟ حيث لاحظت ان جاري المسكين ليس سعيدا في حياته رغم انه متزوج، فملابسه رثه ووجهه شاحب. وملابسه رثه، كاين شي رجال ما يحبش يلبس، ولو ما تحدد له حوايج وتدير له ريحه بلوم ما شاء الله ما يحبش يلبس، يحب العرقان القديم المقطع المتقوب باش الناس يقولوا هذا مسكين ما عندوش ومرته ما قايمه به.
غشتي ملابسه رتا رحتي دخلتي روحك. شوفي واحد شاب صغير أعرضي نفسك عليه للزواج، ولكن هذا متزوج خلاص خليه مع مرته يدبر راسه. لاحظت أن جاري المسكين ليس سعيدا في حياته رغم أنه متزوج، فملابسه رصة ووجهه شاحب، لا يحب البقاء في بيته وهو حزين طول السنة. تصور يا سيدي أنه يلبس بذلة بنية، الله الله الله، طول السنة. ملاك سمعتوا يا نساء؟ قال لي عندها رجلها يلبس كوستين بني، لازم تعسيه، هاي ناوية تخطفوا لك هذه، عسي عليه، حيث أنه يلبس بذلة بنية طول السنة. أنا عرفناش شكون مالا، أي واحد أو يلبس بذلة بنية طول السنة هاك عرف جارتك هيداتك بين عينيها. سائلة من أم البواقي تقول: ما رأي فضيلتكم في الفتاة المتحجبة في قلبها؟ الله 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 الله، هم صابونا حاجة جديدة، يا هذه متحجبة في قلبها وفي راسها وزنودها ورجليها وصدرها ولحمها كله، هذاك ماشي متحجبة، متحجبة غير في قلبها. الله يهديك. ما رأيكم في الفتاة المتحجبة في قلبها الحافظة لكتاب الله ولكن مظهرها غير ذلك؟ والله هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. إبليس هو اللي يجيب لكم هذيك الأفكار، زعما على بالك أنا نخبط ونسكر صار الله غير قلبي بيض. إيه قلبك بيض روح، ومن بعد قلبك بيض، والشراب اللي تشربه حرام يا عبد ربي. على بالك أنا ولو راكي تشوفيني هكذا ماشي لابسة حجاب وألامود وكما يقول، بصح أنا والله قلبي بيض وأنا حنينة. إيه روحي حنينة ما شاء الله، ما قلناش. شكون اللي قال عليك ماشي حنينة؟ شكون اللي قال عليك حنينة وما شاء الله؟ ولكن هذه أحكام شرعية. كيف ديري كي تلاقي ربي؟ كي تلاقي ربي فهميني، تقولي له أنا حنينة أنا طيبة. أنت كي تلاقي ربي واش تقول له؟ كي يسألك يا عبدي أنا حرمت عليك الخمر وانت انتهكت الحرمة ورحت شربت شراب، تقول له يا ربي بصح أنا حنين وقلبي بيض، تسلك روحك بهادي؟ يا وحنا نخمو لك كيف تسلك روحك عند ربي. أما مع العباد هذا زايدة، هذه الشيطان يجيب لكم هاد العفاسي هكذا، يجيب لكم هاد الحيلات، يقول لك فلان عباك يضل في تبانة بصح تعرف والله طايع الوالدين، ومن بعد طايع الوالدين وهذيك يضل في تبانة كيف تسلكها؟ فلان ياكل رشوة بالصحة كذا، هو ابليس يقول لك زعما ألف خمار ولا قمار. يا وما تنفعش هذه زايدة ما عندها حتى معنى. إذا انتهكت حرمات الله وجدك أكحتوق بين يدي الله. هكذاك انت هي. ما رأيكم في الفتاة المتحجبة في قلبها؟ ربي ما قالكش ديري الحجاب في قلبك، قلبك قال لك نحي منه الحقد، نحي منه الحسد، نحي منه البغض، نحي منه الكبر. هذه الأمراض نحيها من قلبك. أما الحجاب قال لك ديريه في الجسد نتاعك، فهمتي؟ في الجسد نتاعك. زعما متحجبة في قلبها وحافظة لكتاب الله ولكن المظهر تاعها غير ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه يتفكرني في هذا الفيلم الشيطاني هذا اللي راهم داروه اسمه الوهراني. مدابيع سكان وهراني يسمعوني ويتبعوا واش راني نقول لهم ويديروا محامي يرفع دعوى قضائية ضد هذا فيلم الوهراني. هذا الفيلم الشيطاني يصور المجاهدين زعما في النهار راه مجاهد ضد فرنسا والعشية يبات في الكباري. يعني صح المجاهد الجزائري في النهار يحارب فرنسا وفي الليل يبات في الكباري ويبات في الزنا ويبات في الحرام. وراك يا منظمة المجاهدين، وراك يا وزير المجاهدين، وراك يا العائلة الثورية، وراك يا أبناء الشهداء، وراك يا أبناء المجاهدين، وراك يا الوهرنة، وراك يا الشعب الجزائري. يجي إنسان يدير فيلم ويعرضوا في القاعات، يعرضوا في القاعات الفيلم. الهدف تاعو تكسير صورة المجاهد في ذهنية الإنسان الجزائري. هذاك المجاهد للناس يتشوفوا من المقربين ومن أولياء الله الصالحين. المجاهد آسم وما أدراك، وما أدراك ما كلمة مجاهد. جاي يكسرها
يصور لهم المجاهد زعما في النهار أو يجاهد ضد فرنسا، العشية يتلاقى مع صاحبه يروحوا للكبار يخبطوا ويزنيوا. هذوما المجاهدين تاع الجزائر، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونهار يختلف مع صاحبه، هذه في فيلم الوهرانية، نهار يختلف مع صاحبه واش يدير؟ يسب له دين باباه، يسب له دين باباه في فيلم، أو قال لك حيمثل الجزائر في المحافل الدولية. يا وزير الثقافة أوقف هذه المهزلة. غبت عن البيت الزوجية 4 أشهر لأسباب ومشاكل، وعندما عدت وجدت زوجتي قد قرأت أو قرأت فاتحتها على شخص آخر وتزوجت، علما أني لم أطلقها وهي لا تزال على ذمتي، فهل يحق لها عقد فاتحة؟ أنا لم أطلقها بالطلاق ولم أتلفظ بالطلاق أصلا. هذا الناس هم زوج ومرام زوجة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وشنو هذه ولات لا موضة ولا واش كل يوم يجينا سؤال تاع مرام زوجة راح تزوجت؟ راجل غاب عن البيت 4 أشهر ولا 4 سنين ولا 40 سنة، ما لم يتلفظ بالطلاق وما لم تحكم المحكمة بوفاته أو بالتطليق، فالمرأة مزوجة. هذا غاب على دار 4 أشهر، جاء صاب موت وقرأت الفاتحة على رجل آخر. وين هذه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا إذا دخل بها رجل الجديد فهو الزنا بعينه، الزنا بعينه، وأنفه وأسنانه وأضراسه ورجليه ويديه وأذنيه. إذا لم يدخل بها العقد باطل، هذا عقد باطل، عقد باطل. وهذا أكيد خدعوا الإمام، خدعوه، لأن الإمام اللي جابوه ما قالولوش بلي مرام زوجة. أما لا، إذا رأي تسمع فينا هذا زواج باطل وعقد باطل وإثم. يا سبحان الله. سائل من عنابة يقول: طلقت زوجتي عبر الهاتف. يا أخي قلنا الطلاق عبر الهاتف يقع. يقول فهل يقع الطلاق؟ يقع، ولو راك تقول في سؤالك يماها هي اللي رفدت عليا، لا ياهم شكون رفد عليك، يماها ولا باباها ولا أخوها. ما دام أنت تلفظت بالطلاق فقد وقع الطلاق. والله يهديكم كيف جعلتوا الطلاق سهل. الناس ولو يطلقوا في كلش، أو يلعب الدومينو ويجبد المرأة يطلقها، أو مختلف مع صاحبه ويجبد المرأة يطلقها، أو يلعب ماتش مع أصحابه ويجبد المرأة يطلقها، يعني ولا الطلاق هذا على كل لسان. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لما راهي في الدار ما على بالهاش كاع المغبونة مسكينة، هاي تنقي في البصل والبطاطا وراو في القهوة وطلقها، طلقها. وكاين اللي راهو يطلق 1000 مرة، هي 3 تحرم عليه، هو يطلق بال1000 بال100,000 بالمليون. وين رايحين؟ وعلى باله بلاو في الحرام وهي على بالها، بصح راهي ساكتة. المهم يجيب لها في القفة. لا تسكتي يا أختي، إذا تلفظ بالطلاق فقد وقع الطلاق بالهاتف ولا بغيره.